السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابطال تانية ثانوي بكالوريا دفعة 2027، اخباركم ايه يا شباب؟ طبعا انت لسه كنت اول امبارح في تالتة اعدادي بيقول لك شهادة وكنت مرعوب وخايف من النتيجة. دخلت امبارح اولى ثانوي وبتدلع هوب البس في شهادة بكالوريا. فصراحة انتوا صعبين عليا، وصعبان عليا اكتر ان انت فجأة لقيت الدنيا كلها بتشرح منهج بكالوريا، فانت اصلا احترت. فاحنا هنعمل ايه النهارده؟ ان شاء الله هنبسط لك الدنيا وهنشرح لك اول درس في منهج البكالوريا، تاريخ، مع مستر ابو بكر. الدنيا هتبقى سهله باذن الله. بس في البدايه قبل ما نشرح تعالى الاول نعرف من افضل النعم اللي ممكن ربنا ينعمها على الانسان نعمه اسمها نعمه الفهم. وبما ان احنا بنقول لك اعتمد على الفهم، لو اتفرجت على المحاضره التاسيسيه هتلاقيني بفهمك اصلا مش بحفظك. فتعال نعرف ايه نعمه الفهم دي وهل اتذكرت في القران ولا لا. بص، في نبي من انبياء الله اسمه سيدنا داوود. سيدنا داوود ده شخص غني جدا، شخص ما شاء الله نبي. هو انسان طبعا في الاول، ونبي وملك وقاضي وغني، وقول كل المزايا اللي انت عايز تقولها في الدنيا عليه. سيدنا داوود ده في يوم من الايام جاله شاكي، واحد جاي يشتكي بحكم ان هو قاضي بقى وبحكم ان هو ملك، فجاي يشتكي له. فبيقول له ان انا عندي حته ارض صغيره كده بزرعها، ففي واحد معدي بالغنم بتوعه، شويه بقى الايه، شويه المعيز بقى على شويه الخرفان والكلام ده، معدي بالغنم بتوعه، فايه اللي حصل؟ بوظ لي الزرع، يعني الغنم اكلوا الزرع كده وبوظوه خالص. فانت احكم ما بيننا. فسيدنا داوود هنا راح مطلع الحكم بتاعه بسرعه وراح قايل له ايه؟ بص، تعويض عن الارض بتاعتك اللي باظت هناخد الغنم من الراجل ده وهنديها لك. سيدنا سليمان وقتها كان شاب صغير خالص قاعد في المجلس. بص بقى الجمال، ربنا قال في القرآن ففهمناها سليمان. سيدنا سليمان الشاب الصغير اللي هو بالنسبة لأبوه حاجة لا توصف وقتها، لسه صغير خالص، راح قايل لوالده لا استنى انا عندي رأي تاني، في حكم تاني اسمعه مني كده. قال له ايه هو الحكم التاني؟ قال له بدل ما ناخد كل الغنم بتاعة الراجل نديها للفلاح او المزارع البسيط ده، طب ما كده الشخص اللي هو بتاع الغنم ده مش هيبقى عنده شغل، وممكن بقى ما نعرفش ايه اللي هيحصل له، يبقى مجرم بقى او ما يلاقيش ياكل او يموت او. قال له طب انت شايف ايه؟ قال له احنا هناخد الغنم فعلا من الراجل الراعي هنديها للمزارع، ولكن لاجل او لحين. لحين ايه بقى؟ لحين ما ندي الراجل التاني الراعي نديله الارض يزرعها زي ما كانت، ولما الارض ترجع كويسه زي ما كانت ده ياخد الارض بتاعته وده ياخد الغنم بتاعته. تخيل حاجه صغيره جدا غيرت حياه بني ادم بالكامل. بدل ما هناخدها على طول ناخد ده تعويض لده، لا، هيبقى تعويض مؤقت بس. خد الغنم استفاد من البانها واستفاد من صوفها بس لمده معينه، وانت يا عم الراعي تعالى عقاب ليك مده معينه. عشان كده ربنا قال ايه؟ ففهمناها سليمان. فانت في البدايه قبل ما نبدا كده المنهج بتاعنا قول اللهم ارزقنا نعمه الفهم. اللهم ارزقنا نعمه الفهم. اللهم ارزقنا نعمه الفهم. الدرس بتاعنا بيحكي على بناء الدوله المصريه، بناء الدوله المصريه. قبل ما نخش على بناء الدوله المصريه تعال ناخد تمهيد كده، نبدا من اول حاجه اسمها مرحله اللا دوله. نبدا من اول مرحله اللا دوله يا شباب، او ممكن نسميها، او تعالى اللي انت عارفها اصلا من اولى ثانوي، لما المصري القديم كان عايش فوق الهضاب، صح؟ دي البدايه اللي انت بتحبها. نزل للوادي وعرف الزراعه وعرف الاستقرار وقعد على ضفاف نهر النيل، كلام جميل وحلو وسهل وبسيط. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك المصري القديم بعد النزول للوادي بدأ يحصل حاجه اسمها تجمعات عشوائيه او تجمعات بدائيه. التجمعات العشوائيه او التجمعات البدائيه شويه ناس قاعدين جنب بعض من غير اي حاجه. قال لك الكلام ده كان في الفتره دي يعني في حاجه اسمها ادت او ادى الى فوضى. ادى الى الفوضى وانتشار الفساد وانتشار او زياده معدل الجريمه. ليه؟ لان طبعا في مرحله اللا دوله او في الفتره اللي هم قاعدين مع بعض تجمعات هنا، في حاجه اسمها عدم وجود قوانين. امال كان بيحكمهم ازاي يا مستر؟ قال لك بيحكمهم العرف، العادات والتقاليد. عدم وجود دستور، مفيش قوانين، مفيش دستور، في فوضى، في تميز، في القوي بياكل الضعيف، فكل دي اسباب كان اسمها مرحله عشوائيه او مرحله بدائيه.
لحد ما طبعا حضرتك عارف ان في ملك اسمه مينا جه عشان يوحد البلاد. هنا بقى كلمة يوحد البلاد نبدأ مرحلة دخول الدولة أو مرحلة الدولة المصرية أو مرحلة بناء الدولة المصرية. مستر هتحكي لي على الملك مينا؟ بس في آخر الدرس. احنا هنا محتاجين نعرف يعني إيه كلمة دولة، التعريف بتاع الدولة. بص، كلمة دولة معناها وحدة سياسية، وحدة سياسية تشغل حيز جغرافي محدد، تضم سكان يقيمون بصفة دائمة يخضعون للقوانين. طيب القوانين اللي هم بيخضعوا عليها قال لك ايه؟ طبعا في كمان سيادة للدولة. السيادة دي بتحقق للدولة استقرار في الأمور الداخلية وبتمارس سيادتها على الأمور الداخلية والخارجية. مستر أنا مش فاهم حاجة من التعريف. تعالى واحدة واحدة كده، هنبدأ مع بعض كده. بيقول لك إيه؟ أركان. أركان الشاشة هتفضل تلعب كتير ولا إيه؟ أركان الدولة المصرية أو أركان الدولة بشكل عام يا شباب. من خلال التعريف تعالى كده مع بعض، هو بيقول لك إيه؟ وحدة سياسية. كلمة وحدة سياسية يا شباب معناها كيان سياسي أو قرار سياسي موحد. قال لي كمان تشغل حيز جغرافي. كلمة حيز جغرافي محدد يعني قطعة من الأرض. قطعة من الأرض دي ممكن نسميها كور، ممكن نسميها إقليم، ممكن نسميها مورفولوجيا. قال لي كمان بتضم سكان. بتضم إيه؟ سكان، بتضم بشر، بتضم شعب، بتضم مواطنين، بتضم جانب أو ركن اجتماعي، جانب ديموغرافي. كلهم مصطلحات على كلمة إيه؟ سكان. بيقيمون بصفة دائمة بيخضعوا لقوانين الدولة. بص، أي دولة قوانينها اسمها قوانين عامة ومجردة. يعني إيه قوانين عامة ومجردة يا مستر؟ يعني باختصار القوانين دي الكل بيكون عارفها، اسمها قوانين عامة. مجردة يعني تسري وتنطبق على الكل. مش فاهم؟ هقول لك، لو انت دلوقتي راكب العربيه بتاعتك، هل منطقي ان انت تمشي عكس الاتجاه وانت مش عارف ان دي جريمه او دي عقوبه؟ لا انا عارف. طب لو انا مسكت سكينه وحطيتها في بطن واحد، هل دي مي جريمه قتل؟ لا انا عارف ان هي جريمه قتل. طب لو انا مثلا مسكت كده مثلا طوبه ولا زلطه ورحت خابط واحد في دماغه وعورته، هل دي مش جريمه انا عملتها؟ دي اسمها قوانين عامه ومجرده. السكان اللي عايشين جوه الدوله، الدوله بتمارس عليهم السياده في الايه؟ بتحفظ لهم الامن والامان وبتطبق لهم القوانين العامه والمجرده الكل عارفها. قوانين الكل عارفها، حتى لو انت ما قرأتهاش فانت عارف ان دي عقوبة. طيب ايه كمان؟ قال لك تمارس الدولة عليهم سيادتها في الشؤون الداخلية والخارجية. وهنعرف الشؤون الداخلية اللي تخص الدولة، سواء سن القوانين، سواء تراعي مصالح الشعب، سواء مثلا حفظ الأمن والنظام، والخارجية بقى سواء عقد المعاهدات، وسواء إعلان الحرب أو التمثيل الدبلوماسي. يبقى باختصار الدولة لها 4 أركان. وكلمة أركان يعني أساسيات. الدولة لها 4 أركان أو 4 أساسيات. أول ركن، وده مش أهم ركن، أول ركن الشعب. تاني ركن الأرض، وده بقى أهم ركن. تالت ركن السلطة. رابع ركن السيادة. تاني كده، أركان الدولة شعب، أرض، سلطة، سيادة. شعب، أرض، سلطة، سيادة. تاني، شعب، أرض، سلطة، سيادة. تعالى واحدة واحدة. احنا قلنا الشعب دول الأشخاص اللي بيقوموا داخل الدولة بصفة دائمة، وقلنا اسمهم بشر أو اسمهم سكان أو مواطنين أو جانب اجتماعي أو جانب ديموغرافي. طيب ده من أهم الأركان، بس ده مش يعني ده أول ركن، قصدي ده الركن رقم 1 لقيام الدولة. ولكن أهم ركن بالنسبة لأي دولة إن يكون عندها أرض، لأن إحنا لو ما عندناش أرض، على سبيل المثال مثلا دولة إسراء ما عندهاش أرض، فهم راحوا سرقوا أرض. عشان كده لحد النهارده أكتر من نص العالم تقريبا مش معترف بيهم. فهنا نقول إن الأرض هنا أهم ركن. يبقى أهم ركن بالنسبة لي هو ركن الأرض. طيب إحنا قلنا ممكن يجي بمعنى حيز جغرافي، ممكن يجي بمعنى موقع جغرافي، ممكن يجي بمعنى كور، ممكن يجي بمعنى إقليم، ممكن يجي بمعنى مورفولوجيا. وده أهم ركن لقيام الدولة. طيب السلطة، بص،
السلطة في مصر أو كلمة سلطة عمومًا بتنقسم ل3 أجزاء. عندك حاجة اسمها سلطة تنفيذية وهنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي الحكومة بقى ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وعندك سلطة قضائية ودي طبعًا حضرتك أنت عارفها اللي هم القضاة، وعندك سلطة تشريعية اللي إحنا بنقول عليها سلطة نيابية عشان هم بينوبوا عن الشعب، أو سلطة البرلمان، تمام؟ ثم السيادة، وكلمة سيادة يا شباب معناها عدم تعرُّض الدولة لأي ضغط داخلي أو خارجي، عدم تعرُّض الدولة لأي ضغط داخلي أو خارجي. يبقى في فرق بين السُلطة اللي هي الوظيفة اللي أنا باشتغلها، وبين السيادة متمثّلة طبعًا في رئيس الدولة، ومتمثّلة في الدولة ما فيش حد يفرض عليّا حاجة، ما فيش حد يقول لي افتح الدولة بتاعتك عشان هاضم لك مثلًا 1.000.000 والّا 2.000.000 بني آدم، طبعًا أنا عشان معايا السيادة فأنا ليّا الحق إن أنا أرفض، ما فيش حد يفرض عليّا حاجة مثلًا هتخش معايا حرب عافية، أو هتعلن حرب على دولة معيّنة، ده معنى كلمة السيادة. طيب إذًا من خلال التعريف اللي فات ده عرفنا إن للدولة 4 أركان، شعب، تاني كده شعب، أرض، سُلطة، سيادة. إيه أهم رُكن؟ الأرض، وإيه أول رُكن؟ الشعب. طيب هل ينفع الدولة يكون ناقصة أي رُكن من الأركان ال4؟ هل ينفع؟ لأ. إذا فقدت الدولة أي رُكن من أركانها تتعرّض لتآكل سيادتها وانهيارها. تاني، ماذا يحدث إذا فقدت الدولة ركن من أركانها أو أحد أركانها؟ وده من الأسئلة المهمة جدًا، جدًا، جدًا. إيه اللي هيحصل يا شباب؟ قال لك 1 تتعرّض لتآكل سيادتها، يعني السيادة بتاعتها هتفضل تقل. 2 تتعرّض للانهيار زي ما بيحصل دلوقتي للأسف مع إخواتنا في فلسطين، إن كل يوم والتاني بيخسروا قرية وبيخسروا مدينة، الدولة بتاعتهم عمّالة تتآكل لحد للأسف لو ما عرفناش نوقّف التآكل ده هتتعرّض للانهيار. طيب دلوقتي يبقى اختصار شديد بقى إحنا عرفنا أركان الدولة، وعرفنا إن ال4 أركان مهمين جدًا، شعب، أرض، سُلطة، سيادة، ما ينفعش دولة من غير أي ركن من دول. طيب إحنا عندنا يا شباب المنهج بتاعنا فيه كلمة دستور وفيه كلمة قانون. إيه الفرق بين كلمة الدستور والقانون؟ القانون يسري على الأفراد زي ما أنا قُلت لك مجموعة قواعد عامة ومجردة، الكل بيكون عارفها وبتطبّق على الكل زي ما شرحت لك من شوية، عامة ومجردة خلاص الكل عارفها، عملت جريمة هاتعاقب معروفة. طب الدستور، قال لك الدستور بيتكلم على حاجة اسمها مؤسسات الدولة. مؤسسات الدولة، وعندنا دساتير كتير جدًا، جدًا في المنهج. عندك على سبيل المثال دستور 1923 ده كان دستور سوري لسه لحد الآن ما اتذكرش، بس أنا بما إنها جت كلمة دستور هاقوله لك. دستور سوري ليه؟ لأن إنجلترا اللي حطته. ثم دستور 30 تم وضعه في عهد الملك فؤاد الأول أو أحمد فؤاد، والدستور ده كان اسمه دستور يؤيد الحكم الأوتقراطي، يعني كله كان لصالح الملك، وبرضه الدستور ده اتلغى. ثم في عهد السادات عملنا دستور اسمه دستور 71 أو الدستور الدائم. ثم في عهد محمد مرسي دستور 2012. ثم المنهج بتاعك بقى بيحكي على إيه؟ بيحكي على دستور 2014 اللي تم في عهد الرئيس السيسي. طيب باقول لك بقى أهمية الدستور كركيزة، الدستور ده يعتبر ركيزة من ركائز الدولة. هل الدستور ركيزة من ركائز الدولة؟ هاقول له آه، ليه؟ عشان بيعرّفني الهوية الشرعية للدولة. هيقول لي يا مستر يعني إيه الهوية الشرعية والرسمية للدولة؟ هاقول لك يعني على سبيل المثال لازم تبقى عارف إن مصر نظامها جمهوري ديمقراطي. جمهوري يعني إحنا عندنا رئيس جمهورية، ديمقراطي يعني شورى، بنعمل انتخابات وبنختار رئيس الجمهورية. طيب كمان مصر دي بيخضع عليها أو الجميع يخضع للقانون، وبتطبق مبدأ المساواة ومبدأ المواطنة. فالدستور بيعرفك بقى إن الكل متساوى أمام القانون، أبيض، أسود، ذكر، أنثى، مسلم، مسيحي، كلنا متساويين أمام مين؟ القانون. فالدستور مهم جدًا إن هو بيعرفك الموضوع ده، وده من الأسئلة المهمة اللي بتتكرر في الامتحان. طيب تعالَ نشوف بقى أول ركن معانا من أركان بناء الدولة وهو الشعب. شباب إحنا عرفنا الشعب من شوية، قلنا شوية بشر أو ناس أو أشخاص أو سكان أو مواطنين أو جانب اجتماعي أو جانب ديموغرافي. المصطلحات دي حاول تكتبها،
وارجع اقول لك تاني لو احتجت الملزمه بتاعتنا ابعت لنا، عاملين جروب واتس جامد جدا بنحل عليه، ابعت لنا ابعت لك الملازم بتاعتنا. طيب تعال نشوف تعريف الشعب. قال لك السكان الذين يقيمون داخل او خارج حدود الدوله. طب انا اعرفهم ازاي؟ يعني ده قابلني بره مصر اعرفه ازاي؟ هو يا مستر السكان اللي جوه وبره الدوله اعرفهم ازاي دول؟ قال لك فيهم شويه صفات او حاجتين، السكان الذين يقيمون بصفه دائمه داخل او خارج الدوله، اعرفهم ازاي بقى؟ قال لك واحد يحملون الجنسيه، مع الجنسيه المصريه. تاني حاجه يطبق عليهم القانون، سياسه القانون المعترف به. يعني كل دوله بتطبق القانون على الاشخاص بتوعها. على سبيل المثال فيلم عسل اسود، شفت لما كان بيطلع جواز سفر المصري وبيطلع جواز سفر الامريكي، ده معاه جنسيتين، فهو بيختار لما بيروح اي دوله يعاملوني بأني جنسيه. اديني مثال تاني. هنفترض ان انت مصري وسافرت اي دوله اوروبيه، دلوقتي انا عامل جريمه في مصر وجيت في اوروبا قفشوني، هينفذوا عليا العقوبه بتاعت مصر؟ لا، هيرجعوني مصر عشان تتنفذ عليا العقوبه في مصر. طب انا عملت عقوبه في دوله اوروبيه، المانيا، النمسا، ايطاليا، او حتى دوله عربيه، بترحل. ليه؟ لان انا معايا الجنسيه المصريه فينفذ عليا القانون المصري المعترف به دوليا. تمام؟ طيب دلوقتي الشعب عرفناه. تعريف الشعب: السكان الذين يقيمون بصفه دائمه سواء داخل او خارج الدوله. السكان الذين يقيمون بصفه دائمه سواء داخل او خارج الدوله. ايه الشرط؟ لا، شرطين: يحمل الجنسيه ويطبق عليه القانون. طيب عايزين نعرف، هل الشعب يعتبر ركيزه من ركائز الدوله؟ يعني اساس من اساس الدوله؟ الشعب ركيزه من ركائز الدوله. هنا بقى نقول لك ركز. الشعب له حقوق وله واجبات. تعال نشوف الادوار اللي على الشعب والادوار اللي للشعب. عليك ايه؟ قال لك واحد، دور القانون، ان انا اخضع للقانون بتاعي ما دام انا عملت جريمه. تمام؟ ثم دور القوه، ثم دور فعال. طب دور القانون ده وعرفناه، ايه دور القوه؟ بقول لك دور القوه ان وعي الشعب بحقوقه وواجباته يؤدي الى قوه الدوله. يبقى قوه الدوله او الدوله لا تكون قويه الا اذا زاد وعي الشعب. يبقى هنا دور القوه بنتكلم على وعي الشعب. وعي الشعب بايه؟ بحقوقه وواجباته. يبقى تاني، امتى الدوله تكون قويه؟ لو الشعب عنده وعي بحقوقه وواجباته. طيب ايه بقى الدور الفعال؟ الدور الفعال ده مهم جدا 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 جدا. بيقول لك لا ينظر للدوله على حسب تعدادها السكاني، دوله زي الصين داخله على 2 مليار ما ينبصلهاش على حسب تعدادها السكاني، وانما ينظر للدوله على حسب ما تقدمه من انجازات لصالح الدوله. يعني امتى نقول على الدوله قويه؟ لو الدوله دي عندها حته معينه هي شاطره فيها والشعب بيساهم فيها. على سبيل المثال كلنا عارفين ان احسن عربيات في العالم تقريبا هي العربيات الالماني اللي هي المرسيدس وبي ام. ليه؟ لان الدوله الالمانيه بتنتج العربيات دي. يبقى تاني بقى، الدور الفعال ما بنبصش للشعب على حسب ايه؟ على حسب عدد سكانه، انما بنبص للشعب على حسب ايه اللي هو بيقدمه، ايه الاسهامات اللي بيقدمها. طيب تعال نشوف ايه الحاجات بقى اللي الشعب له حقوق فيها. قال لك اول حاجه من حقوق الشعب، واحد، المشاركه السياسيه. والمشاركه السياسيه هتقول لي يا مستر انا عارف ان انا هنزل الانتخابات. اقول لك بس خلي بالك، ممكن ما يجيبلكش في الاختيارات كلمه الانتخابات، لان الانتخابات لها معاني تاني زي كلمه اقتراع، زي كلمه ديمقراطيه. بنسمعها دايما يقول لك ايه؟ اذهب الى صناديق الاقتراع وادلب صوتك. اقتراع يعني انتخابات، وديمقراطيه برضو يعني انتخابات او شورى. طيب ايه كمان؟ هنزل في الانتخابات. قال لك كمان المشاركه في الاحزاب، اخش اي حزب. طب تعريف الاحزاب: مجموعه من الاشخاص تربطهم اهداف مشتركه. وعندك في مصر احزاب كتير جدا جدا جدا. حزب مستقبل مصر، او حزب مستقبل مصر، وحزب الاحرار، وحزب الدستوريين. في احزاب كتير جدا ممكن تشارك فيهم. حزب الوفد بتاع سعد زغلول لسه موجود لحد النهارده. طيب يبقى انا اشارك في الانتخابات واشارك في الاحزاب. ايه كمان؟ الدوله بتقول لك مراقبه، ليك الحق ان انت تعمل حاجه اسمها مراقبه اداء الحكومه. الحكومه هنا اللي احنا قلناها يا شباب، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وهنشرحها بالتفصيل عند السلطه والسياده. طب ايه كمان؟ قال لك ليك الحق ان انت تقدم حلول او مقترحات لمجلس النواب بتاع الدايره بتاعتك وهو يساهم في حل مشاكل الدوله. انا والله المنطقه اللي انا عايش فيها فيها كثافه سكانيه، او فيها مثلا مشكله في المدارس، او
فانا بروح رايح للشخص المسؤول عن عضو مجلس النواب بتاع الدايره بتاعتي وبديله حلول، ودي بنسميها مشاركه سياسيه. طيب ايه كمان؟ قال لك الشعب له الحق ان هو يعمل حاجه اسمها دعم الاستقرار او دعم المواطنه في الدوله. ادعم الاستقرار ازاي؟ قال لك واحد، الخضوع للقوانين، اخضع للقوانين. تاني حاجه ودي من الحاجات المهمه جدا، محاربه الارهاب. وزي ما النبي كان بيقول يا شباب، اميتوا الباطل بالسكوت عنه. انت سمعت ان في اشاعه طالعه والاشاعه دي هتهدد الدوله، او لو الاشاعه دي انتشرت هيحصل مشكله، فانت اسكت اكنك ما سمعتهاش. لو ده سكت وده سكت وده سكت، الاشاعه نفسها هتموت، هتختفي. طيب ايه كمان؟ قال لك المشاركه او المساهمه الاقتصاديه. اساهم اقتصاديا ازاي في الدوله؟ واحد، دفع الضرائب. ليه؟ لان الضرائب حق الدوله. طب ايه كمان؟ المشاركه في العمل، اشتغل، ما بقاش قاعد في البيت وعاطل، سواء بقى في مؤسسات الدوله يعني موظف عند الدوله، او حتى في مشروعات خاصه، المهم ان انا اكون بدعم الدوله اقتصاديا. طيب رقم 4 من حقوق الشعب ايه بقى؟ قال لك من حقوق الشعب كمان الهويه او الحفاظ على الهويه المجتمعيه، او ممكن نقول عليها كمان الهويه الثقافيه. خدتها انت معايا في اولى ثانوي، قلنا كلمه هويه معناها لغه ودين، صح؟ طيب هنا بقى الهويه الثقافيه بتاعت مصر نوعين، هويه ماديه ونلخصها في كلمه واحده نقول عليها الاثار، بدل ما نقول اهرامات وابو الهول والليله دي كلها وتماثيل ومومياوات وتوائم، يبقى الاثار، لان دي حاجه ملموسه، واي حاجه ملموسه بنقول عليها مادي. طب ايه كمان؟ قال لك هويه معنويه، وهويه معنويه معناها لغه ودين وتاريخ. وطبعا في اخر الدرس يقول لك قدم حلول او ادي مقترحات للحفاظ على التاريخ المصري. طبعا نقول بقى يعني خلينا نتكلم في اخر الحصه، مثلا هنقول مثلا انشاء متاحف، هنقول انشاء افلام وثائقيه، هنقول عرض الحضاره المصريه على السوشيال ميديا وهكذا يعني. طيب ايه كمان من حقوق الشعب؟ يبقى الاول قبل ما اقلب، مشاركه سياسيه، دعم الاستقرار والمواطنه، دعم اقتصادي، الحفاظ على الهويه المجتمعيه، ادي 4 حاجات. ورقم 5 الدفاع عن الوطن. والدفاع عن الوطن مهم جدا 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 يا شباب. ليه الدفاع عن الوطن مهم؟ قال لك أول حاجة هعملها دعم القوات المسلحة. اشمعنى دعم القوات المسلحة؟ القوات المسلحة هم دروع مصر، ده الدرع الواقي لمصر، ده الحماية الأولى والأخيرة لمصر. عندك حدود طبيعية مهمة، بس الجيش هو يعتبر خط الدفاع الأول. الجيش اللي بيخليك عايش في أمن وأمان واستقرار. دول تانية ما عندهاش جيوش، بتبقى عايشة في خوف وتوتر وقلق طول الوقت. علشان كده ما دام الجيش المصري خد قرار ان هو يرفع حالة الاستعداد للحرب او ايا كان ايه القرار اللي هياخده، دوري كمواطن ان انا مع الجيش. ليه؟ لان انا جزء من الدولة. طب ايه كمان؟ ممكن ادعم القوات المسلحه بدعم مادي، ان انا اروح اتطوع في الجيش، او ان انا اساعدهم بالمال مثلا او حاجه زي كده. ودعم معنوي، ان انا امنع اي اشاعه ممكن تتقال على الجيش بتاعي او الجيش الوطني الخاص بمصر. طيب ايه كمان؟ قال لك المشاركه التطوعيه، ودي مهمه جدا جدا جدا، المشاركه التطوعيه في وقت الكوارث الطبيعيه. كلمه كوارث طبيعيه يا شباب 3 حاجات بالظبط. معناها كام حاجه؟ 3. معناها لو حصل فيضان، لو حصل بركان، لو حصل زلزال. الحمد لله ما بقاش يحصل فيضانات من ايام السد العالي، ومصر ما بيحصلش فيها براكين. ايه اللي بيحصل في مصر؟ زلازل. من كام يوم سمعنا ان في زلزال حصل، صح؟ هل كان وارد ان في بيوت تقع من الزلزال ده ولا مش وارد؟ ومستشفيات ومدارس؟ كان وارد. لو كان حصل لا قدر الله حاجه زي كده عند حد من جيرانك، فهنا انا بدافع عن الوطن لما اروح اساعده نبني البيت بتاعه ده في اسرع وقت ممكن. لما اقعده في شقه ايجار واساعده مثلا بفلوس، باكل، بشرب، لحد ما يرجع يقف على رجليه. ليه؟ لان ما ينفعش بعد ما كان قاعد مستقر اتحول لمشرد. انا كده مش بس بساعده، انا بدافع عن الوطن بتاعي، ودي بنسميها مشاركه تطوعيه، من الحاجات المهمه جدا. يبقى تاني كده الشعب له كام؟ عليه 3 حاجات، يخضع للقانون، دور فعال، دور القوه. له 5 حاجات: مشاركه سياسيه، دعم الاستقرار، مشاركه اقتصاديه، حفاظ على الهويه المجتمعيه، الدفاع عن الوطن. طيب نيجي بقى من اهم الثورات اللي حصلت في تاريخ مصر، ثورة مصر القومية، اللي احنا بنقول عليها ثورة 1919. هتقول لي يا مستر الثورة دي أنا عارفها بتاعت سعد زغلول لما اتقبض عليه وطلع الشعب يقول عايزين سعد. تمام، ما عنديش مشكلة، بس ركز إن دي أول ثورة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر يشارك فيها جميع فئات الشعب. يعني ايه يا مستر؟ يعني عندك الثوره العربيه، ثوره القاهره الاولى، ثوره القاهره الثانيه، كل دي ثورات كانت ضد المحتل، بس مش كل فئات الشعب شاركت فيها.
يعني أول مرة المرأة تشارك في ثورة، أول مرة المسلم والمسيحي مع بعض يشاركوا في ثورة، فدي من الثورات المهمة جدًا. طيب معلومتين لازم تعرفهم، قبل الثورة بفترة، قبل الثورة بثورة 19 دي ما تحصل، في شوية حاجات حصلت غير موضوع نفي سعد. أول حاجة كانت إنجلترا بتروح للمزارع البسيط تفرض على الأرض بتاعته ضرايب كتير جدًا، جدًا، طبعًا عشان تاخد المحصول كله للجيش بتاعها. فكان المزارع بيتحط في مأزق، أنا مش عارف أسدد الضرايب، ولو سددت الضرايب مش هالاقي أأكل عيالي. فكانت إنجلترا تقول له معاك اقتراحين اتنين، لا إما تدينا الأرض كلها، لا إما هنيجي نسحلك في وسط عيالك وناخدك كده ونقل منك ونقبض عليك عشان أنت ما دفعتش الضرايب. فكان الفلاح مضطر إن هو يعمل إيه؟ يتنازل عن الأرض. والمسألة دي عُرفت باسم البيوع الجبرية أو الوفائية، دي كانت قبل الثورة بشوية، وفضلوا يتنازلوا عن الأرض، يتنازلوا عن الأرض، لولا إن الدولة المصرية اتدخلت ووقفت العبثيات دي، كان زماننا خسرنا جزء كبير جدًا من الأرض، ومش بعيد كانت إنجلترا باعته كمان. طيب علشان كده لو بصيت للشعارات اللي كانت مرفوعة في علم الثورة، يعني الشعارات اللي كانت مرفوعة علم الثورة هلال جواها صليب، جنبها بقى شعارات كده جمل مكتوبة، مكتوب إيه بقى؟ الأرض للذين يعملون، يعني إحنا مش هنتنازل عن الأرض لأن الأرض عرض والعرض شرف، فالشعب كان مستعد يموت في ثورة 19 مقابل الأرض. طيب تعالَ بقى ناخد نبذة كمان على ثورة 19، بُص أدي ثورة 1919. الشرارة الأولى على إيد مين يا شباب؟ كلمة الشرارة الأولى يعني البداية، يعني البذرة، يعني النواة، الأساس. قال لك جت على إيد المثقفين أو المتعلمين أو كما يطلق عليهم الأفندية، علشان كده أهلك بيعلموك. دول أكتر ناس كان عندهم وعي، دول هم اللي بدأوا وخرجوا بالثورة، تمام؟ طيب مين اللي استخدم أسلوب مسلح؟ أسلوب مسلح هنا مش معناه كان معاه سلاح، لأ، معناه قطع السكة الحديدية فكان القطر بيقع. قال لك اللي استخدم أسلوب مسلح الفلاحين. نوع التسليح إيه؟ قطع خطوط السكك الحديدية. مين اللي استخدم حرب سلبية أو حرب باردة؟ يعني حرب بدون سلاح. قال لك اللي استخدم النوع ده في الحرب كانوا الموظفين. طب الموظفين عملوا إيه عشان يطلق عليهم حرب باردة أو حرب سلبية؟ عملوا حاجة اسمها مقاطعة. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي. علم الثورة كان مهم جدا جدا جدا، هلال جواه صليب، ده بنسميه علم الثورة، ودي كانت أول مرة يظهر، وده كده بيدل على المواطنة. كمان مشاركة المسلم بلس المسيحي، ده برضو كانت من الإسهامات والحاجات الواضحة جدا. وكلكم بقى ومشاركة المرأة، لأول مرة في التاريخ 300 امرأة ينزلوا الثورة بجانب الرجالة. فتخيل كل فئات الشعب حرفيا، تعالى متعلمين موجودين، موظفين موجودين، فلاحين موجودين، مسلمين موجودين، مسيحيين موجودين، حتى المرأة نزلت. علشان كده ثورة مصر كانت ثورة قومية، وكل واحد بيطالب بحاجة واحدة، رحيل الاحتلال وعودة سعد زغلول، لأن هو كان ممثل للحكومة المصرية وقتها، وهنعرف يعني إيه حكومة دلوقتي. علشان كده الثورة دي من أهم الثورات وهو مركز عليها في المنهج. طيب نيجي ندخل بعد كده لتاني ركن وهو الحيز الجغرافي. احنا قلنا يا شباب كلمة حيز جغرافي محدد، ما ينفعش اقول حيز جغرافي واسكت، الدولة لازم يبقى لها حدود معروفة. وهي طبعا احنا قلنا ده اهم ركن. ليه؟ لان طبعا موقع مصر ما شاء الله ربنا ادالها موقع طبيعي حافظ لها على حدودها بشكل ثابت على مر العصور، عشان كده هو يعتبر من الثوابت ومن اهم الاشياء بلا استثناء في بناء الدولة المصرية. طيب احنا قلنا ممكن يقول حيز جغرافي او موقع جغرافي او مساحة من الأرض أو أرض أو كور أو إقليم أو مورفولوجي، كل دي مسميات لمساحة جغرافية. طيب الحيز الجغرافي المحدد ده بيضم كام حاجة؟ بيضم 3، بيضم يابس، حدود هنشوفها دلوقتي، وبيضم مياه إقليمية أو ممكن نقول عليها كمان مياه داخلية، وهنعرف الفرق بينها وبين المياه الدولية، وبيضم كمان حاجة اسمها مجال جوي أو مجال رأسي، وممكن نقول على اليابس ده اهو مجال أفقي. تعالى يا مستر أفكرك، احنا قلنا لو أرض جنب أرض جنب أرض جنب أرض جنب أرض دي بنقول عليها أفقي. لو قلنا حاجة لها علاقة بالطول اللي هو بقى المساحة الجوية اللي فوق الأرض دي كلها، دي بنقول عليها رأسي. تعالى نشوف مع بعض كده حدود الدولة المصرية من ناحية اليابس.
وتعالى مش هنركز على البعد الجغرافي بس ان نقول حدود سياسيه وخلاص، لا ده احنا هنربطها بالتاريخ وهنضيف لك شويه حاجات تحفه بفضل الله يعني تنبهر بيها. تعال نشوف. دي حدود الدوله المصريه. بص اللي انا برسمه ده كده اسمه خط الساحل اهو، الجزء الارضي ده كده الساحل. ولو خدت بالك انا برسم الدوله المصريه دلوقتي بدات ببحر المتوسط من ناحيه الشمال. هتقول لي يا مستر ياه شمال وجنوب وشرق وغرب، انا ما شفتش الكلام ده لان ما خدتش جغرافيا اصلا في اولى ثانوي. اقول لك وماله، تعال افكرك. تعال هنقول دي اساسيات الخريطه. دي ايه يا شباب؟ اساسيات الخريطه. اللي فوق ده اسمه اتجاه الشمال، اللي تحت ده اهو اسمه اتجاه الجنوب، الجنب اليمين ده اسمه اتجاه الشرق، الجنب التاني اسمه اتجاه الغرب. طب لو انا عكست، تعالى اهو الشمال والجنوب ما بيتغيروش. ليه؟ لان الشمال دايما فوق والجنوب دايما تحت. طب كده ها بقى شرق وكده بقى غرب. تمام؟ طيب اللي ما بينهم بقى، يعني مثلا دي بص كده هي بين الشمال وبين الشرق فبيتقال عليها شمال شرق. المنطقة دي بين الجنوب وبين الغرب فبيتقال عليها جنوب غرب. انت بقى اللي تقول دي ايه؟ ها بين الايه والايه؟ الشمال والغرب فبيتقال عليها شمال غرب. وهنا بين الايه؟ الجنوب والشرق فبيتقال عليها جنوب شرق. طيب انا مطلوب مني الاساسيات الاساسيه في الخريطه ولا الفرعيه؟ بص عمال لما بتيجي تبص على اي خريطه بتروح عامل فوق كده السهم، اهم حاجه امسك الجزء اللي فوق. لو مسكت الجزء اللي فوق انت كده مسكت اتجاه الشمال خلاص. تعال نبدا بقى بالدوله المصريه حدودها عامله ازاي، بس انا هبدا تحت من الجنوب. اشمعنى من الجنوب يا مستر؟ عشان هنبدا نتكلم عن اليابس. تعال نشوف اليابس المصري. قال لك اول حاجه مصر والسودان من ايام محمد علي يا شباب كانوا وحده سياسيه واحده. فمصر والسودان يا شباب كان اسمهم الراس والجسد. جت دوله اسمها انجلترا قالت انا عايز افصل مصر عن السودان. تمام؟ راحت لشخص اسمه الخديوي عباس حلمي الثاني قالت له هننفذ الاتفاقيه مع بعض اسمها اتفاقيه الحكم الثنائي للسودان. حكم ثنائي يبقى لازم يكون عندي جيش هناك، بس للاسف الجيش المصري كان لسه سايب السودان، يبقى باختصار انجلترا عايزه تاخد السودان. طيب اتفقت معايا ان دائره عرض، وطبعا خط وهمي ما فيش انت ما بتشوفهاش اصلا، دائرة عرض 22 مصر تكون شمالها والسودان تكون جنوبها. الاتفاقية دي تم توقيعها سنة 1899، يعني توقعت في القرن ال 19 والعقد العاشر. طيب هنا عايزين ناخد كام سؤال. شفت اللي حصل ده اسمه ترسيم للحدود الجنوبية المصرية. هو حصل امتى الترسيم ده؟ قلت لي يا مستر حصل في القرن ال 19، فنقول عليه أقدم ترسيم حدود لمصر. دي آخر حاجة اترسمت. كمان نقول عليه أطول حدود مصر السياسية. ليه؟ لأن أصبح يفصل دولة عن دولة أخرى. طب هي الحتة دي يا شباب فيها جبل؟ لا. فيها بحر؟ لا. فيتقال عليه رسم حدود سياسي بشري. يبقى لو الحد ما فيهوش جبل ما فيهوش بحر فبيتقال عليه سياسي بشري، لو في جبل او في بحر يتقال عليه سياسي طبيعي. يبقى الحدود الجنوبيه تاني الحدود الجنوبيه تفصل مصر عن السودان. دائره عرض 22 شمالا تكون مصر شمالها والسودان جنوبها. طبعا ايه كمان؟ وقعت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. ايه تاني بيتقال على الحدود الجنوبيه؟ اطول حدود مصر واقدم ترسيم للحدود المصريه. كمان بيتقال عليها حد سياسي بشري، مش طبيعي، سياسي بشري. طيب خلي بالك اللي احنا بنعمله ده اسمه استنتاجات وتحليل ونواتج تعلم بتفيدك بقى وانت بتحل. تمام؟ يعني المعلومات دي ما تبقاش موجوده في كتاب الشرح او كتاب المدرسه او حتى لازم المدرس بتاعك، انت بتستنتجها وبتكتبها. حاجه كمان، الخديوي عباس حلمي الثاني قبل موضوع ترسيم الحدود مع انجلترا كان بيحب الشعب جدا 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 جدا. بعد موضوع ترسيم الحدود مع انجلترا بقى يكره الشعب المصري جدا 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 جدا. علشان كده الخديوي عباس حلمي الثاني ده ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ شخصيه من شخصيات المنهج اصيب بمرض الشيزوفرينيا او مرض يسمى راديوكالي. شيزوفرينيا او انفصام في الشخصيه او اقدام وتراجع، كل المسميات دي يا شباب معناها ان شخص كان بيحب حاجه وبيحب ناس معينه وبدا يكرههم، او كان بيعمل حاجه وبدا يعمل عكسها. فشيزوفرينيا وراديوكالي واقدام وتراجع كل ده بينطبق على مين؟ عباس حلمي الثاني، عشان بدا يتخلى عن الشعب
وبدأ يؤيد لإنجلترا. طب دائرة عرض 22 شمالًا حتى دائرة عرض 22 عند جنوب مصر لحد شمال مصر دائرة عرض 32، يبقى حدود مصر في دوائر العرض تاخد لها من 22 لحد 32. تعالَ نشوف خطوط الطول. ونروح ناحية ليبيا. قال لك سنة 1925 يعني من حوالي 100 سنة تقريبًا بدأوا يعملوا خط طول، خط طول 25 بيفصل مصر عن ليبيا. طيب مين وقتها كان واخد مصر؟ إنجلترا. ومين وقتها كان واخد ليبيا؟ إيطاليا. يبقى ترسيم الحدود ده تم بين مين؟ الدولة المحتلة مصر اللي هي إنجلترا، والدولة المحتلة ليبيا اللي هي إيطاليا. طب مين وقتها كان حاكم مصر؟ حاكم مصر كان اسمه الملك أحمد فؤاد، ملك بقى تمام؟ أو الملك فؤاد الأول. طب ده بنقول عليه هو حصل سنة كام؟ حصل سنة 1925. بنقول عليه أقرب ترسيم حدود. ده كان أقدم، ده كان أقرب، تمام؟ يبقى السودان والجنوب أقدم، أما ليبيا والغرب أقرب. طيب بتمتد لحد كام؟ من 25 قال لك بتمتد لحد خط طول 37. 37 يوصل لحد منطقة إيه؟ قال لك يوصل لحد تحت هنا منطقة حلايب وشلاتين، يوصل لحد المنطقة دي. طب يا مستر سؤال، ده برضه هنقول عليه حد سياسي بشري، بس فوق عند البحر المتوسط سياسي طبيعي. طب هنا بقى ده نقول عليه بشري ولا طبيعي؟ هو البحر الأحمر ده إيه يا شباب؟ بحر طبيعي، يبقى حد سياسي إيه؟ طبيعي. عدا منطقة شمال شرق اللي هي منطقة فلسطين. تم توقيع اتفاقية سنة 1906، كان هنا اللي واخد مصر برضه إنجلترا، واللي واخد فلسطين وقتها قبل موضوع اليهود والقصة دي كان الدولة العثمانية أو الأتراك. فنقول الاتفاقية دي تمت بين إنجلترا والأتراك، بتنص على إن ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين سنة 1906 أو في بداية ومطلع القرن العشرين. إحنا قلنا 1900، هنزود هنا إيه؟ هنزود هنا 1. طيب دي اسمها اليابس. يبقى تاني بقى حدود مصر من اليابس جنوبا دائرة عرض 22 حتى البحر المتوسط 32، من ناحية ليبيا 25 لحد حلايب وشلاتين 37. عايش. طيب خلي بالك، يقول لك حد من حدود مصر يضم ظاهرة طبيعية وظاهرة بشرية معا. أقول الحد الشرقي ليه؟ لأن كل ده طبيعي 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 عدا منطقة شمال شرق. طب لو قال لك طلع لي إن هو حد طبيعي بس أو حد بشري بس، هو طبعا حد سياسي، هو عايز طبيعي أو بشري، أقول له الطبيعي أكتر لأن البحر أكتر، تمام؟ طيب تعال نشوف المياه الإقليمية. وكلمة مياه إقليمية يا شباب أو مياه داخلية، طبعا أنا برضه لسه بتكلم على الحيز الجغرافي. المياه الإقليمية أو المياه الداخلية هي التي تمارس عليها الدولة سلطتها وسيادتها، يعني تخضع للدولة. طيب مساحة المياه الإقليمية أو الداخلية بالنسبة للدولة، الأول عايزين نعرف يعني إيه كلمة مياه إقليمية أو مياه داخلية، وعايزين نعرف يعني إيه كلمة خط الساحل، وعايزين نعرف يعني إيه كلمة مياه دولية. أول حاجة المياه الإقليمية أو المياه الداخلية، كل دولة بتمتلك من البحر ما يقارب 12 ميل، والميل الواحد 1 ميل يساوي 1852 متر تقريبا، يعني ممكن تزيد كام متر أو تقل كام متر. طيب دي بنسميها مياه إقليمية أو مياه داخلية. يبقى مصر عايزة تاخد في البحر المتوسط، مساحتك قد إيه يا مصر من البحر المتوسط؟ باخد 12 ميل. الميل الواحد قد إيه؟ 1852 متر. تاخد قد إيه في البحر الأحمر؟ 12 ميل. والدولة اللي قصاد الناحية التانية، يعني أنت مثلا على البحر المتوسط قصادك مين الناحية التانية؟ قصاد إيطاليا، قصاد اليونان. فإيطاليا واليونان كل دولة واخدة 12 ميل هي كمان، تمام؟ طيب خط الساحل قال لك المنطقة التي تفصل اليابس عن الماء. شفت كده لما تروح الساحل يقول لك ايه؟ انا لسه على الساحل، معنى كده ان انت جوه الميه ولا انت على اليابس؟ على اليابس. الحته اللي احنا بندق فيها الشماسي دي اسمها خط الساحل. اول ما اخد اول خطوه في الميه انا بدات اخش المياه الداخليه للدوله او المياه الاقليميه. طب المياه الدوليه بقى، قال لك دي منطقه لا تخضع لاي دوله وبيحصل فيها حاجه اسمها حريه الملاحه. مستر مش فاهم، تعالى افهمك.
انا من هنا خدت 12 ميل، ادي ال 12 ميل بتوعي، والدوله اللي قصادي خدت 12 ميل، ادي ال 12 ميل بتوعها. في المنطقه دي كده ما بيننا في منطقه فاصله، شايفها؟ المنطقه الفاصله دي اسمها مياه دوليه. الدول بتعدي منها ما بتدفعش ضرايب، ما بتدفعش جمارك. اديني مثال اسهل، هقول لك لو قلنا ان دوله اسمها المغرب جايه تتاجر مع مصر، فالمغرب دلوقتي عشان تيجي تتاجر مع مصر بحريا، لو عدت من المياه الداخليه بتاعه الجزائر وبتاعه تونس وبتاعه ليبيا هتدفع ضرايب. امال المغرب تعمل ايه عشان ما تدفعش ضرايب؟ تطلع فوق خالص عند المياه الدوليه وتكمل كده. احنا قلنا المياه الدوليه فيها حريه ملاح لحد ما تجيلك على مصر، دي اسمها حريه ملاحه. طب هتقول لي بقى يا مستر ارجع للمياه الاقليميه تاني او المياه الداخليه، ليه الدول بتحدد 12 ميل وليه الدول بتهتم جدا 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 بالمياه الاقليميه؟ هقول لك لان المياه الاقليميه بداخلها ثروات وموارد طبيعيه مهمه جدا جدا جدا. هتقول لي يا مستر شويه الاسماك، اقول لك لا يا حبيبي، مش شرط اسماك، ممكن نفط، بترول بقى، غاز طبيعي. طب ممكن ايه كمان؟ ممكن تلاقي لؤلؤ، ممكن تلاقي ذهب. فالحاجات دي كلها مهمه جدا، عشان كده مصر تمسك جدا جدا وكل الدول عموما بتتمسك بالمياه الاقليميه بتاعتها. طيب نروح بعد كده للمجال الجوي او المجال الرأسي، وهنا يشمل اليابس والماء الخاضع لمصر. حته الارض اللي انا مسيطر عليها وبمارس عليها سيادتي وسلطتي، المنطقه اللي فوقها بقى دي اسمها مجال جوي. يعني ايه؟ يعني مصر مأمنه المجال الجوي بتاعها برادارات علشان ما فيش اي دوله تفكر في يوم من الايام ان هي تعمل ايه؟ ان هي تفكر تضرب مصر، وما فيش طياره تخش غير لما ترجع تاخد امرها واذنها من مين؟ من مصر. وده مهم جدا 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 ان الدول دلوقتي لازم تأمن المجال الجوي والمجال الرأسي ليها، لان طبعا احنا في عصر في تقدم، في صواريخ، في طيارات ممكن تتضرب من فوق، فمصر بتهتم جدا بالموضوع بتاع المجال الرأسي. يبقى تاني، اليابس مساحه محدده من الارض، المياه الاقليميه مساحه مصر من كل بحر 12 ميل. طيب اما المجال الرأسي دي المساحه او المجال الجوي دي المساحه الرأسيه من اليابس والماء معا. طيب تعال نشوف رقم 3 السلطه. والسلطه يا شباب معناها المؤسسات التي يديرها رجال الدولة أو المؤسسات اللي بعد كده هيديرها الناس اللي معاهم السيادة. تعال نشوف. بقول لك بقى دستور مصر حدد السلطات بشكل واضح، وطبعا لما أقول لك دستور مصر يبقى احنا بنتكلم على دستور 2014 اللي هو تم في عهد الرئيس السيسي. طيب دستور مصر بيتكلم معانا 4 مواد. المادة رقم 1 من الدستور، المادة رقم 1 بتتكلم على شوية حاجات محتاجين نعرف المادة بتقول إيه، بناء عليه نبدأ نستنتج ونطلع شوية نواتج تعالوا من المادة رقم 1. المادة رقم 1 بتقول لك مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة. مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي. يبقى تاني، المادة رقم 1 بتتكلم على وحدة مصر، بتتكلم على نظام الحكم جمهوري، رئيس الدولة بيتولى بشكل ديمقراطي، واحنا قلنا ديمقراطي يعني في شورى وانتخابات، تمام؟ طيب كمان بتقول لك بقى كل الاشخاص الموجودين داخل مصر بيخضعوا لسيادة القانون والمواطنة. المادة رقم 1 بتتكلم ان القانون يطبق على جميع المواطنين، ابيض اسود مسلم مسيحي ايا كان بقى ذكر انثى، كله يطبق على القانون. تعتز ان هي جزء من العالم الاسلامي وبتحافظ على وحدة العالم الاسلامي. يبقى المادة رقم 1 بتتكلم ان مصر جزء منين؟ العالم الاسلامي. بتتكلم بقى على امتدادها الافرو اسيوي. ايه الافرو اسيوي ده؟ ان مصر موجودة في قارة افريقيا وفي اجزاء منها في قارة اسيا. يقصد ايه الاجزاء اللي في قارة اسيا؟ سيناء. كمان بيقول لك مصر طبعا بتعتز باسهاماتها الانسانيه والحضاريه، ان مصر عملت حاجات كتير جدا سبقت بها العالم. لو هنتكلم من اول التحنيط، من اول الاهرامات، من اول الاثار، مومياوات، تمائم، فبتعتز بالاسهامات الانسانيه. يبقى الماده رقم 1 حددت شكل الدوله بتاعتنا. طيب الماده رقم 101، الماده رقم 101 من الدستور بتتكلم على سلطات مجلس النواب أو السلطة التشريعية أو السلطة النيابية أو البرلمان. بتقول إيه المادة رقم 101؟ بتقول لك يحق المجلس النواب سن أو وضع أو تشريع القوانين، طبعا دول اللي احنا اخترناهم. كمان الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة والسياسة العامة للدولة،
زائد متابعة ومراقبة ومحاسبة أداء الحكومة اللي هنعرف من الحكومة دلوقتي. تمام؟ طيب المادة رقم 139 بتتكلم على رئيس الدولة. بتقول لك إيه؟ رئيس الدولة هو حاكم الدولة، ودي مهمة جدا جدا جدا، يرعى مصالح ووحدة شعبه. طيب هنا ممكن تقول لي يا مستر طلع لي مهام رئيس الدولة. بص، أول حاجة هو المسؤول عن إبرام أو عقد المعاهدات، هو المسؤول عن حفظ الدولة وحدود الدولة وأركان الدولة في الداخل والخارج، هو المسؤول عن كل ما يخص الدولة داخليا وشؤونها الخارجية، هو اللي بيمتلك السيادة، دي مهام رئيس الدولة. طيب نروح بعد كده للمادة رقم 163 بتتكلم على بتتكلم على الحكومة المصرية، والحكومة هنا تبدأ من أول رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين، بقول لك دي بنسميها الوظائف الإدارية العليا في الدولة. أما المادة رقم 184 طبعا بتتكلم على السلطة القضائية، وبقول لك إن السلطة القضائية موجودة في محاكم متنوعة وبتصدر أحكامها وفقا للقوانين. هتقول يا مستر يبقى أنا كده عليا المادة 101 مادة 1 والمادة 101 والمادة 139 والمادة 163 والمادة 184، 5 مواد من الدستور المصري مقررين عليك. بتيجي كده نحاول نربطهم ببعض. المادة رقم 101 بتتكلم عن نظام الحكم وبتتكلم عن رئيس الدولة، شبه المادة 1. معلش المادة 1 نشبهها بمادة 139. هنا بنتكلم عن نظام الحكم وهنا بنتكلم عن رئيس الدولة، نقول هنا في منهم علاقة ارتباط أو علاقة شبه. طيب تعال نشوف المادة رقم 101 بتتكلم على مجلس النواب، بقول لك مجلس النواب له الحق إن هو يراقب ويحاسب الحكومة. طيب المادة 163 بتتكلم عن الحكومة، يبقى في منهم ربط. طيب المادة 101 بتتكلم على مجلس النواب وبتقول لك بيحط القوانين، و184 هم اللي بيطبقوا القوانين، فكده نقدر نقول ان هم برضو بيكملوا بعض. طب تعالى بقى افهمها لك بطريقه اسهل. تعالى بص، احنا عرفنا مين السلطه القضائيه؟ القضاه، ماشي. ومين السلطه التشريعيه او النيابيه او البرلمان؟ المشرعين، مفيش مشكله فيهم اللي هم اعضاء مجلس النواب. انا عارف ان انت عمرك ما هتغلط في دي، انت اللي ملخبطاك كلها بقى اللي جايه دي، تمام؟ دي اللي ملخبطاك. السلطه التنفيذيه، مين المسؤول عن السلطه التنفيذيه؟ رئيس الدوله. ركز الله يرضى عنك. رئيس الدوله او حاكم الدوله بيروح لشخص اسمه رئيس الوزراء. هنا بقى تبدا الحكومه. الحكومه متمثله في رئيس الوزراء، هو بيعين نوابه وبيعين الوزراء وبيعين المحافظين. طب مين اللي بيختار الحكومة؟ مين بيختار رئيس الوزراء؟ رئيس الدولة هو اللي بيجي بيروح مختار مين هيكون رئيس الوزراء. عشان كده بنقول يترأس الحكومة هو رئيس الدولة، أما الحكومة نفسها بتخضع لرئيس الوزراء. طب اديني مثال يا مستر كمان. كده مجلس النواب شرع القانون، وكده الهيئة القضائية طبقت القانون، وكده الهيئة التنفيذية نفذت القانون. مستر فين الشرطة في الحوار؟ الشرطة أداة في إيد الهيئة التنفيذية، يعني الشرطة دي مش هيئة أصلا ومش سلطة، دي أداة في إيد السلطة أو الهيئة التنفيذية. هم هنفترض دلوقتي إن إحنا مثلا طلعنا قانون، السلطة التشريعية طلعت قانون بتقول عقوبة السرقة مثلا من سنة ل3، وفعلا قبضوا على شخص حرامي. مين اللي هيعاقبه ويديله سنة أو 2 أو 3؟ مين اللي هيطبق القانون؟ السلطة القضائية. الشخص قبل يوم الحكم هرب، فجه القاضي قال لك هياخد 3 سنين. مين بقى المفروض يروح يجيبه؟ السلطة التنفيذية. هتقول لي يعني رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين هيروحوا؟ لا، بيبعتوا الشرطة. يبقى الشرطة هنا نقول عليها إيه؟ أداة في إيد السلطة التنفيذية. طب العلاقة بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية علاقة تكاملية، ده بيشرع القوانين، ده بيطبق القوانين، وده بينفذ القوانين. تعال نشوف بعد كده كلمة السيادة. وكلمة السيادة يا شباب معناها عدم تعرض الدولة أو حاكم الدولة لأي ضغط
داخلي أو خارجي، أو معنى تاني تمارس الدولة سيادتها دون قيود على الشؤون الداخلية والخارجية. يعني إيه دون ضغوط؟ يعني محدش يفرض عليا حاجة. طب إيه الشؤون الداخلية اللي ممكن يعملها رئيس الدولة؟ هقول لك تعالى، يكون مسؤول عن حفظ الأمن والنظام، مصالح الأفراد، مسؤول عن الاستقرار، مسؤول عن تنفيذ القوانين. كل دي شؤون بنسميها شؤون داخلية. طب الشؤون الخارجية لرئيس الدولة، أقول لك تعالى، إبرام أو عقد المعاهدات، كمان التمثيل الدبلوماسي، يمثل مصر دبلوماسيا في المنظمات الدولية، أو يبعت حد ينوب عنه في المنظمات الدولية زي عصبة الأمم، زي الأمم المتحدة، وهكذا. طيب كده عرفنا الفرق بين، كده خدنا أركان الدولة وعرفنا الفرق ما بينهم: شعب، السكان اللي بيقيمون داخل أو خارج الدولة، والدولة بتطبق عليهم حاجتين، الجنسية والقانون. إيه كمان؟ الحيز الجغرافي، وعرفنا إن هو بيشمل 3 حاجات: يابس، مياه إقليمية، يابس مياه إقليمية. إيه تاني؟ المجال الجوي أو المجال الرأسي. عاش. اتكلمنا كمان على السلطة وعرفنا إن هم 3 حاجات، واتكلمنا على السيادة وعرفنا إن معناها السيادة في الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. طيب بقية الدرس حاجات بسيطة خالص خالص خالص، عايزك بس تركز عليها لأنها ممكن تلخبطك في بعض الأحيان. هنتكلم على عوامل قيام الدولة المصرية. هنرجع كده بالتاريخ حبتين 3 لورا للعصر الفرعوني. بص، قال لك عندك نوعين من العوامل، عندك عوامل طبيعية وعندك عوامل نسميها عوامل بشرية. طب يا مستر عوامل طبيعية زي إيه؟ قال لك هنبدأ بالموقع. الموقع يا شباب، وتعالى بس هطلع كده بره المنهج شوية. مصر كانت زمان كده الأول 15 16 قرن ميلاديا، مصر كانت إيه اللي بيحصل؟ كانت متحكمة في حاجة اسمها الطرق العالمية القديمة. يعني قبل اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح، مصر كان العالم كله بيعدي من عندها. تخيل هو طريق عالمي واحد اللي هو عندك، فنقدر نقول عليها مصر كانت قلب العالم، ومصر كانت حلقة تواصل. حلقة تواصل أو حلقة اتصال بين مين؟ بين الشرق والغرب. كمان بما إن أنت اتكلمت عن الموقع، لازم تتكلم على حدود مصر. قال لك حدود مصر تسمى دروع مصر. إزاي؟ من الشمال عندك حد طبيعي اللي هو إيه؟ البحر المتوسط. من الجنوب خدنا في أولى ثانوي إن النهر في الجنوب كان في حاجة اسمها الجنادل. الجنادل اللي هي كانت بتحميك، الصخور الضخمة اللي موجودة في مجرى نهر النيل بتحميك من الأعداء. طيب شرقا وغربا عندك الصحاري، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. فموقع مصر كان مهم جدا لدرجة إن جمال حمدان في كتابه اللي هو عمله، جمال حمدان ده اسم مش غريب علينا، خدناه في سنة أولى. جمال حمدان عمل كتاب اسمه شخصية مصر منبهر. الشخص ده يعني بص، مسك الموقع بقول لك يا جماعة الناس بتتكلم عن نهر النيل وأهمية نهر النيل الوجودي في مصر وتقويم مصر، بس أنا من وجهة نظري إن الموقع ده يعتبر من أهم الحاجات اللي موجودة في مصر بلا استثناء. ولو نهر النيل ما كانش موجود كان الموقع هيكون أهم حاجة قبل نهر النيل حتى. كمان بيتكلم على مصر في حاجتين، بيتكلم على النهر وجودي يعني أثره الوجودي على مصر، وبيتكلم على إن مصر دولة برزخ. طيب يعني إيه يا مستر؟ يعني الكتاب بتاع جمال حمدان بتاع شخصية مصر عايزك تركز على أهمية مصر، سواء تواصل، سواء حدود، سواء طبيعية، حتى أكتر من النهر. طب كلمة دولة برزخ، كلمة برزخ معناها إن مصر عبارة عن جسر أو معبر أو تواصل، إن الموقع بالنسبة له أهم حاجة بلا استثناء. تاني حاجة من العوامل الطبيعية معايا نهر النيل. خدنا في أولى ثانوي إن نهر النيل يا شباب بينحدر من الجنوب إلى الشمال. كلمة بينحدر يا شباب يعني بيجي من أماكن عالية شوية، وكل ما بيمشي بينحدر شوية شوية شوية، بيجي كده. طب ده ساعد على إيه؟ قال لك ساعد على تحول المصري القديم
من جامع للثمار، كان عايش حياته، كان في البداية عايش على حاجة اسمها إيه؟ حرفة اسمها الجمع والالتقاط، إلى مزارع مستقر. ومن هنا بقى بدأت حاجة اسمها الوحدة المصرية سنة 3200 قبل الميلاد. خلي بالك التاريخ قبل الميلاد بينزل، وكلمة قبل الميلاد يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى، يعني السنة اللي بعد كده مش هنزود، هننزل واحد. قال لك ده أدى لإيه بقى؟ النهر النيل حوله بقى مستقر، حوله بدأ يبني حضارة. فعشان كده بيقول لك الوحدة المصرية بدأت سنة 3200 على إيد الملك نعرمر أو إيد الملك مينا. تمام؟ الملك ده قدر يوحد الشعب المصري بسبب وجود نهر النيل. طيب فبدأ يعمل حاجة اسمها تجانس بشري. تجانس بشري شوية صفات تجانس أو ترابط بيربطهم أهداف مشتركة، مفيش حد بيقدر يغير الهوية بتاعتهم، محدش بيقدر يغير عاداتهم ولا التقاليد بتاعتهم. زي إيه على سبيل المثال؟ زي مثلا الاحتلال الإنجليزي احتل مصر حوالي 74 سنة، ما غيرش اللغة بتاعتك، بالعكس ده هم خرجوا بيتكلموا عربي أساسا. طب إيه كمان؟ قال لك بيتكلم كمان إن بسبب نهر النيل عملنا حاجة اسمها الحكومة المركزية، بدأنا نحافظ على هويتنا، بدأنا نحافظ على التراث الطبيعي لمصر، بدأنا نحافظ على تاريخنا وآثارنا. طب خلي بالك من الأسئلة بقى اللي تاخد بالها، هل لمصر موارد طبيعية أخرى غير نهر النيل والموقع؟ أقول له طبعا، المناخ بتاع مصر، المناخ بتاع مصر متنوع أدى إلى تنوع المحاصيل، المناخ بتاع مصر جاف أدى إلى الحفاظ على الآثار، المناخ بتاع مصر معتدل أدى إلى بناء الحضارة. طب إيه كمان؟ عندك الثروات المعدنية التي ساهمت وساعدت الإنسان المصري في بناء حضارته. لو قال لك اذكر عوامل طبيعية في مصر غير نهر النيل والموقع، تمام؟ يبقى أنت عارف هتضيف له، تقول له المناخ، وتقول له الثروات الإيه؟ المعدنية، وممكن تقول له الحدود الطبيعية الآمنة اللي أنا شرحتها لك من شوية. طيب اللي حصل ده كمان قال لك الهوية والعادات والتقاليد، وكمان اللغة المصرية. اللغة المصرية بحكم إن إحنا بينا تجانس بدأنا نحافظ على اللغة المصرية، أو ممكن نقول عليها بمعنى أدق الكتابة المصرية، لأن إحنا ما نقدرش نجزم الفراعنة كانوا بيتكلموا أنهي لهجة بالظبط، بس نقدر نجزم ونتأكد ونقول أكيد أكيد كانوا بيتكلموا الكتابة الهيروغليفية. فعندك في العصر الفرعوني كان أشهر كتابة عندك كانت الكتابة الهيروغليفية، كتابة الدولة. طيب أما في العصر الروماني بدأ يحصل مزيج مع الكتابة القبطية، وفي في العصر الإسلامي حتى الآن الكتابة العربية، ودي بنسميها مراحل تطور الكتابة المصرية، كانت هيروغليفية ثم قبطية ثم عربية. طيب كمان إزاي بقى نحافظ على الإرث والتراث الحضاري الضخم اللي مصر سايبهم لنا دي؟ قال لك أول حاجة إنشاء متاحف، الاهتمام بدار الأوبرا المصرية اللي أنشأها طبعا الخديوي إسماعيل، تدريس المناهج المصرية، والتاريخ الوطني في المدارس سواء المصرية أو العربية. كل دي مقترحات إزاي أهتم بالآثار. ممكن نقول كمان عرض مسرحيات وطنية باستمرار. ممكن نقول كمان الاحتفال بالأعياد الوطنية، برضو مهمة جدا جدا جدا، مثلا عيد الشرطة، ثورة 52، ثورة 2011، ثورة 2013، ممكن نحتفل بكل الكلام ده. عندك تقدر تدي حلول كتير جدا جدا ازاي نحافظ على التراث بتاعنا ونظهر عظمة الحضارة المصرية. عندك اكتر من حاجة. آخر حاجة في الدرس الجمل اللي مش راضي يخلص ده حاجة اسمها التحولات الكبرى في الدولة المصرية، ودي صغيرة خالص ما تقلقش مش هتاخد معانا وقت يعني إن شاء الله. تعال نشوف التحولات الكبرى. للدولة المصرية. أول تحول حصل في الدولة المصرية طبعا لما تحول المزارع من جامع للثمار إلى مزارع مستقر، يعني نقدر نقول الوحدة المصرية. الوحدة المصرية على إيد الملك نعرمر، وظاهرة معانا بوضوح في حاجة اسمها صلاية نعرمر، خدناها في أولى ثانوي، اللي بترمز للأسلحة وبيهزم الأعداء وهكذا. طيب إيه كمان؟ قال لك كمان من الحاجات المهمة جدا 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 الحكومة المركزية اللي حصلت وقتها. الحكومة المركزية يعني مين بقى مسؤول عن الدولة؟
طيب ثم في عهد الملك تحتمس الثالث من الحاجات المهمة اللي ظهرت هنا اهو تكوين إمبراطورية مصرية. طيب الإمبراطورية المصرية أو الجيش المصري، قال لك الجيش المصري كان يصون موارد البلاد ولا يدمرها، كان يعمر ولا يدمر ولا يخرب. ومن ضمن الأمثلة احنا خدناها إن في قائد مصري اسمه وني لما راح فلسطين رجع قال للملك بيبي الأول إن احنا ما دمرناش شجر، ما دمرناش بيوت، ما خدناش من الأطفال شطرة خبز، ولم نحصل حتى على عنزة واحدة. فتخلي بالك إن الجيش المصري من زمان وهو بيسمع الموضوع ده. يبقى باختصار أول حاجة الوحدة المصرية والملك نعرمر والملك تحتمس والجيش المصري. لو سألني عن العصور القديمة، دي أحداث حصلت في العصور القديمة. طيب بالنسبة بقى للعصور الوسطى، إيه اللي حصل في العصور الوسطى؟ قال لك دخل الإسلام مصر أو مع ظهور الإسلام، ودخوله مصر على إيد مين يا شباب؟ صح، عمرو بن العاص. تحولت مصر، قال لك أهو تحولت مصر إلى دولة تابعة للخلافة الراشدة. ايه الخلافة الراشدة دي؟ اللي هو عصر الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان علي، ثم تحولت للخلافة الأموية، ثم تحولت للخلافة العباسية. نمسك بقى العصر العباسي، كل ده في العصور الوسطى. في العصر العباسي كان في عصرين، عصر عباسي أول مصر تبعهم مفيش أي مشكلة، وعصر عباسي تاني. في العصر العباسي التاني ظهر في مصر حاجة اسمها دول مستقلة. يعني إيه دول مستقلة؟ يعني عندك دولة اسمها دولة طولونية، دولة اسمها دولة إخشيدية، دولة اسمها فاطمية، دولة اسمها دولة أيوبية، ثم دولة مملوكية، ثم عثمانية. بس أنا عايز أركز أكتر على الدولتين دول، على الأيوبية وعلى المملوكية. ليه؟ لأن الدولتين دول تصدوا لأعظم خطر تعرض له العالم الإسلامي والعالم كله بلا استثناء، خطر الصليبيين والمغول. وخلي بالك الصليبيين هنا مش مسيحيين، الصليبيين دول مجموعة من الأشخاص اتخذوا من الصليب شعار ليهم، وكانوا همجيين بشكل إن كانوا بيقتلوا حتى المسيحيين وكانوا بيدمروا الكنائس بتاعتهم. طب يعني إيه شعار ليهم؟ عملوا أو رسموا علم الصليب على الخوذة بتاعتهم وعلى السيوف بتاعتهم وعلى اللبس بتاعهم وعلى الكاوتشات بتاعتهم وعلى كل حاجة عشان يبانوا قال يعني مسيحيين. بس للأسف هم كانوا مخربين ومدمرين، والدليل على كده المذابح اللي عملوها في فلسطين في الكنائس والأديرة. كذلك الامر المغول، وما ادراك ما المغول كانوا قد ايه مدمرين. تمام. طيب يبقى باختصار لو سالني على حاجه لها علاقه بالدول دي اقول له دي متغيرات حصلت في العصور الوسطى، واهم دولتين كانوا بيحاربوا باسم مصر الايوبيين، والمماليك. ثم في العصر العثماني بدات مصر مرحله جديده تتبع العثمانيين لحد ما دخلت في مرحله من الفوضى. في العصور الحديثه قال لك بعد رحيل الحمله الفرنسيه عن مصر دخلت مصر تحت ايد شخص اسمه محمد علي. محمد علي عمل حاجة اسمها بناء مصر الحديثة، عمل إعادة هيكلة للنظام الإداري والنظام الاقتصادي والنظام الثقافي. بص غير كل حاجة لدرجة إن عمل حاجة اسمها بناء جيش مصري خالص، كمان عمل مصانع مصرية خالصة. يعني خلاص يعني كل اللي فيها سواء من أول القشة للصاروخ حرفيا حتى البشر اللي فيها مصريين. ودي كانت من أعظم الحاجات اللي حصلت أو عدت على مصر في العصور الحديثة. طبعا ده هندرسها بالتفصيل مع بعض. ثم التحولات اللي حصلت معانا كمان في العصور المعاصرة، ثورة 1952 بتاعت الضباط الأحرار. هتقول يا مستر ده أنا عارفها، تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري. هقول لك بس كان في إنجازات كتير جدا زي حل الأحزاب السياسية، زي تأميم يعني رجوع تأميم قناة السويس، رجوع مصر تاني للمصريين. يا مصر هي مش كانت بتاعت مصر؟ أيوه بس كان في دولة اسمها فرنسا كانت بتستنفع بيها لمدة 99 سنة. كمان عمل قانون اسمه قانون الإصلاح الزراعي، هنوزع الأراضي الزراعية بشكل عادل. كمان قضى على ظاهرة الإقطاع، قضى على ظاهرة الرأسماليين. فكان في تحولات كبرى جدا في الثورة دي. ثم آخر حاجة التحولات الكبرى اللي احنا بنعيشها في الفترة في الدولة المصرية المعاصرة الآن، إن الدولة المصرية ماشية على خطى ثورة 52
في التقدم والتنمية والاهتمام طبعًا بالبنية التحتية للدولة، والاهتمام بموارد الدولة، وده كده الدرس الأول يكون خلص معانا. درس طويل شوية بس معلش اتعب معايا معلش منّك أنت بقيت شهادة، فأنت الفيديوهات الطويلة بقت بتاعتك. على قد ما نقدر والله بنحاول نلخّص لك، وإن شاء الله الدروس اللي جاية كمان هتبقى كلّها تاريخ بحت بقى، لا في بقى خط طول ولا دواير عرض ولا الكلام ده، فإن شاء الله هتستمتع معانا أكتر وأكتر. كان معاكم مستر أبو بكر مدرس مادة التاريخ للثانوية العامة والبكالوريا، استنوني، سلام.